سلام. اليوم الوصفة تاعنا سفنج سخون يجي طالع وخفيف من داخل، وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك. يلا نبداو على بركة الله. عندي 3 كيسان دقيق رطب، الكاس الثالث، وعندي مغرفة ونص خميرة الخبز، السفنج تاع اليوم راه بسيط والمقادير كاين في كل بيت. مغرفة سكر كبيرة كاين في كل بيت. لازم تتبعوا الخطوات برك باش ينجح لكم السفنج. ها، نحركوا النواشف مع بعضها بلا ما ننساو الملح. نضيفوا مغرفة كبيرة تاع الملح ونخلطوا النواشف وكل مع بعضها. نجيبوا الماء، نديروا الكاس الاول ونحركوه، ودقيق ديروا اللي متوفر عندكم في الدار. زيدوا الكاس الثاني، والماء لازم يكون دافي. هذا نحركوا كلش، نخلطوا. زيدوا شويه ماء. لازم تتبعوا الخطوات باش ينجح معاكم السفنج. هنا المرحله الاولى، هنا نديروا كاس ونص ماء ونخلطوا نليموا العجينه، ومن بعد نجيبو نغطيوه ونحطوه في بلاصه عندكم تكون دافيه. انا عندي بلاصه هنايا دافيه، نحطوه هكذاك واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق. هنا بعد ما خلينا العجينه تاعنا ارتاحت، هاي تفاعلت معانا وطلعت شويه. دوك نبداو نعجنوا فيها. نحيو هذا الجانب. دوك نحيوها منا، نبداو نعجنوا فيها. على الاول ما نضيفولهاش الماء، تبعوا الخطوات هكذا رايحه ينجح معكم السفنج باذن الله. على الاول ما تضيفوش الماء، عجنوه شويه هكذاك واحد 5 دقائق، ومن بعد نضيفوا له الماء. هنا بعد ما عجناها مده 5 دقائق بلا اضافه الماء، دوك نزيدوا لها الماء. نبداو نديروا الماء بشويه. كي تسمعوا العجينه تاعكم بدات تطرطق، صافي خلاص تعجنت العجينه. تحضروا السفنج في 5 دقائق وانتم حضرتوه، ويجي بنين وخفيف. المبتدئات تقدر ديروا. لازم تتبعوا الخطوات
ماهوش يعني المشكل في الوسمو في الكيك، المشكل في الخطوات، لازم تتبعوا الخطوات باش ينجح معاكم. راكم تسمعوا ها، بدا يطرطق معايا العجين. نزيد له شويه ماء. ها. ها. نكمل نعجنوها بهذه الطريقه ونولي لك. ها هي بعد ما عجنا العجينه وكملناها باش تعرفوا باللي خلاص ما تزيدوا لهاش الماء. كي تتلاصق هكذا خلاص ما تزيدوا لهاش الماء. نجيبوا الزيت، نجيبوا الزيت هنايا ندهنوها شويه باش ما تتلاصقش. ونبداو نشكلوها كرايات. كرايات ديروها كيما تحبوا نتوما، بغيتوهم صغار صغار ديروهم، بغيتوهم كبار ديروهم كبار. نجيبو الصينيه تاعنا ندهنوها بشويه زيت. ونبداو نكورو فيهم. شوفوا هنا بعد ما كورناهم نجيبو ندهنوهم شويه زيت من فوق هذا. ونجيبو كيس بلاستيكي نغطيوهم، نخليوهم ثاني يرتاحوا شويه ونبداو نقليو فيهم. دوك نخليوهم هنا يرتاحوا 5 دقائق هكذاك ونبداو نقليو فيهم. شوفوا هنا بعد ما خليناه ارتاح مده 5 دقائق، شوف كيفاه اختمر معانا. دوك نبداو نقليو فيه. انا كنت حطيت المقله تاعي تحمر. شوفوا هنايا راني ديجا بديت نقلي فيه، راني قليت حبه. شوفوا كيفاه جات، نزيدو حبه. ها شوفوا كيفاه يطلع. كي ديروه في المقله ديريكت ترميو عليه الزيت. شوفوا كيفاه يطلع. ها شوف يعني اذا تبعتوا الخطوات راح يجيكم 100%. نزيد واحده معكم. نحيو هذه. شوفوا كيف يطلع لنا. نكمل نقليه بهذه الطريقه ونتلاقاو في طبق التقديم. ها هي النتيجة، اسفنجي شهي. ما تنساوش اللايك والاشتراك وخلوا لي كومنتير باش نعرف رأيكم، ونتمنى تجربوه. الدعم تاعكم يشجعني باش نزيد لكم الوصفات. مع السلامة.